في أواخر الستينات كانت سان فرانسيسكو من أكتر المدن هدوء في أمريكا، يعني مدينة على البحر وناسها بتحب الحياة والشوارع بتبقى مليانة موسيقى وضحك. لكن في لحظة الهدوء ده اختفى وبدأت سلسلة جرائم غريبة تحصل ورا بعض، حتى الضحايا ما كانش ليهم أي علاقة ببعض، وكمان السبب مش معروف هو إيه. والشرطة كانت تايهة والناس بدأت تحس إن في حاجة مرعبة بتحصل حوالين المدينة. وفي يوم الجرايد استقبلت أول رسالة من شخص بيقول إن هو المسؤول عن كل الجرائم دي، والجواب كان مليان رموز وشفرات غريبة محدش قدر يفهمها. القاتل كان بيتحدى الكل وبيقول لهم لو حلتوا الشفرة هتعرفوا انا مين. سمى نفسه زودياك، وده شخص مجهول لكن عارف هو بيعمل ايه كويس جدا، وكان دايما سابق الشرطه بخطوه، يعني بيقتل وبيختفي وبعدين يبعت رساله جديده يوتر بيها الكل. انت متصور ان الناس بدات تخاف تخرج بالليل اصلا؟ والصحف كانت بتنزل كل يوم بعنوان جديد، وكل بيت في كاليفورنيا تقريبا كان بيتكلم عن زودياك. والاغرب من كل ده ان هو ما كانش بيسرق ولا عنده دافع واضح تجاه كل الجرائم دي، كل اللي كان بيعمله كان بهدف واحد، انه يسيطر بالخوف ويبقى حديث الناس. ومع الوقت عدد الضحايا زاد وكمان الرسائل بقت اكتر غرابه وتعقيد، لحد ما بقى واضح عندهم ان اللي بيتعاملوا معاه ده مش شخص عادي، لا ده ذكي جدا ومهووس بلعب العقول. مش شايفك يعني معاك كوبايه قهوه او نسكافيه قوم اعمل لك اي حاجه تشربها وتعالى لي على طول. القصه بدات قبل ما اسم زودياك يخوف الناس بسنين. سنه 1963 في يوم هادي جدا على شاطئ سانتا باربرا في كاليفورنيا، كان في اتنين في الجامعه، روبرت دومينجوس وليندا ادوارد، خرجوا يقضوا يوم مع بعض كده على الشاطئ، يعني عشان يهربوا من ضغط الدراسه وكده. لكن اليوم اللي بدا بابتسامه انتهى بجريمه محدش قدر ينساها. تاني يوم الشرطه جت لقت جثتين في كوخ صغير جنب الشط، والاتنين مربوطين بحبل غسيل ومضروبين بالنار اكتر من مره. القاتل كان متاكد انه مش عايز يسيب اي فرصه نجاه، والغريب ان مفيش سرقه او مفيش حتى علامات مقاومه، ده حتى العربيه بتاعتهم كانت زي ما هي، ما اتاخدش منها حاجه. المنظر كله كان بيقول ان اللي عمل كده هادي ومنظم وعارف هو بيعمل ايه كويس قوي. الشرطه وقتها ما كانتش لاقيه دليل يربط الجريمه باي حاجه، واتقفل الملف واتكتب عليه ضد مجهول. لكن بعد كام سنه لما بدا جرائم زي دي تحصل بنفس الطريقه وبنفس التنفيذ، رجع المحققين للجريمه دي تاني. كل حاجه فيها بقت شبه اللي يعرف بعد كده باسم زودياك، نفس النمط نفس الغموض وحتى نفس التوقيع. ومن اللحظه دي الكل بدا يسال نفس السؤال، هي جريمه سانتا باربرا كانت اول ظهور للقاتل اللي هيحول كاليفورنيا كلها لرعب؟ في 30 اكتوبر سنه 1966 مدينه ريفرسايد الهاديه في كاليفورنيا اتحولت لمسرح جريمه مرعب. وهنا الضحيه كانت بنت اسمها شيري بيتس، بنت عندها 18 سنه، معروفه ان هي طالبه مجتهده وملتزمه. وفي اليوم ده راحت المكتبه العامه عشان تخلص شويه ابحاث هي كانت بتعملها، والناس شافوها هناك حوالي على الساعه 6 بالليل كده، وهي ما طولتش. لكن لما المكتبه قفلت الساعه 9 شيري ما رجعتش بيتها. وتاني يوم الصبح لما كانت الساعه حوالي 6:30 الصبح، واحد من عمال الجامعه كان ماشي في ممر جانبي ورا المكتبه ولاحظ حاجه غريبه على الارض. كانت جثه شيري ومضروبه ومتطعنه اكتر من 10 طعنات في رقبتها وبطنها، كأن القاتل قاصد ان هو يقتلها بايده. رقبتها كانت فيها جروح كتيره، ولما المحققين شافوها لقوا ان في ايديها جروح مقاومه، كان باين ان هي حاولت تدافع عن نفسها بس القاتل كان اقوى منه. والتحقيقات بدات فورا، والشرطه لقت العربيه بتاعتها مش بعيده عن المكان، وكان باب العربيه مفتوح وسلك الاشتعال كان مفكوك، وده ممكن يكون معناه ان القاتل عطل العربيه عمدا عشان يسيبها في المكان ويستناها لما تخرج. وبرضه مفيش اي دليل على سرقه او اي اعتداء، لان القاتل كان هادي خالص ومنظم، وده اللي خلاهم يحسوا ان دي مش لحظه غضب، لا دي خطه معموله صح. وبعدها بايام الشرطه استقبلت رساله مكتوبه بخط غريب، وبعدها نسخه تاني راحت لجريده محليه. الرساله كانت بتبدا بعباره هي كان لازم تموت. والقاتل هنا اعترف بتفاصيل الجريمه اللي محدش غيره هو المحققين بس اللي يعرف. تخيل انه كتب ان هو اللي استدرجها بعد ما عطل عربيتها وعرض عليها المساعده وبعد كده هجم عليه. الرساله كانت مكتوبه بلغه بارده ومخيفه كأنه بيحكي وهو بيستمتع. وفي ديسمبر في نفس السنة ظهرت رسالة غامضة على جدار في دورة مياه الكلية، مكتوب فيها جمل بتتكلم عن شيري بلغة تهديدية وغامضة كده. الشرطة وقتها ما ربطوش بين الجريمة دي وبين أي قضية تانية بسبب يعني فرق الوقت الكبير والأماكن. لكن لما ظهرت جرائم زودياك التانية بعد كده المحققين رجعوا على الجريمة دي تاني، والأسلوب واحد، طريقة القتل والرسائل والغموض والتوقيع الغريب اللي بيستخدمه القاتل. وكتير من المحققين صدقوا إن جريمة شيري دي كانت أول خيط حقيقي لسلسلة الرعب دي. ويعدي أكتر من سنة لحد ما نوصل ليوم 20 ديسمبر سنة 1968، كان قبل الكريسماس ب5 أيام تقريبا. في اليوم ده كان في شاب اسمه ديفيد فاراداي كان عنده 17 سنة، قرر يروح يزور عيلة زميلته
بيتي جينسون، ويطلب منهم ان هو هياخدها معاه حفله وهيرجعها الساعه 11 بالليل. بس الاتنين ما راحوش الحفله ولا حاجه، هم كانوا عايزين يقعدوا لوحدهم ويبعدوا عن الناس شويه، وطلعوا على طريق اسمه هيرمان ليك رود وقضوا هناك الوقت لوحدهم. الليله هناك كانت برد جدا والشارع كله كان فاضي. بس الساعه 11 و20 دقيقه بالليل واحد كان معدي بعربيته وشاف منظر غريب كده، عربيه واقفه في نص الطريق وبابها مفتوح وشبابيكها متكسره. نزل يشوف في ايه، ولما قرب اتصدم. تخيل ان هو لقى ديفيد كان واقع جنب العربيه مضروب برصاصه في دماغه، وبيتي كمان كانت على الارض مرميه على حوالي بعد 30 متر كده وغرقانه في دمها، وكانت مضروبه بالنار 5 رصاصات في ظهرها. والشرطه وصلت بعد بلاغ الراجل ده للجريمه وبداوا يفحصوا المكان. والتحقيقات وضحت ان القاتل حاول يضرب على العربيه نار عشان يخوفهم ويخلوهم ينزلوا منها، والمكان كان بعيد والظروف غامضه، فالقضيه برضو اتسجلت ضد مجهول. ومحدش كان يعرف ان الليله دي في عز البرد كانت بداية كابوس هيغير وجه كاليفورنيا للأبد. وبعد 6 شهور يوم 4 يوليو 1969 الساعة كانت قربت لنص الليل، وكان في واحدة اسمها دارلين، دي أم وزوجة عندها 22 سنة، خلصت شغلها في مطعم مشهور في كاليفورنيا وقابلت شاب اسمه مايكل ماجو، وده كان عنده 19 سنة. ركبوا العربية واتجهوا لمنطقة اسمها بلورك ووقفوا في باركنج هادي، والدنيا كانت هاديه وكل حاجه شكلها طبيعي، لحد ما ظهرت عربيه غريبه داخله الباركنج بشكل مفاجئ. نزل منها شخص ماسك كشاف وكان الضوء متسلط عليهم، وخطوه ورا خطوه بيتقدم ناحيتهم. في البدايه افتكروا ان هو شرطي او شخص ماشي عادي، لكن فجاه ظهر مسدس 9 مللي في ايده وبدون اي انذار بدا يضرب عليهم. ضرب عليهم 5 رصاصات متتاليه واختفى ولا كأن حاجه حصلت. ومايكل اتصاب في فكه ورجليه لكنه فضل عايش. اما دارلين الاصابات عندها كانت قاتله وانهت حياتها على طول. الشرطه وصلت سريعا ولقوا مايكل فقد الوعي ونقلوه على طول للعنايه المركزه. الاول الشك كله توجه لجوز دارلين على انه يعني اكتشف خيانتها وقتلها، لكن التحريات اثبتت ان هو كان موجود في الشغل في مطعم تاني ما يعرفش اي حاجه عن الحادث. وساعات قليله بعد التحقيق رن تليفون في اسم الشرطه في كابينه عموميه، وصوت هادي وغامض قال: انا عايز ابلغ عن جريمه قتل على بعد 17 كيلو شرق طريق كولومبوس. هتلاقوا اطفال في عربيه بني مضروبين برصاص 9 مللي، انا اللي قتلتهم وانا كمان اللي قتلت زيهم السنه اللي فاتت. انت متخيل الجرأه وصلته ان هو يقول كده للشرطه؟ وقفل الخط قبل ما حد يقدر يرد عليه. والمكالمه دي كانت بدايه لعبه الرعب الحقيقيه اللي بين الشرطه وغموض زودياك. وبعد 27 يوم بالظبط ظهرت رساله غريبه ل3 جرايد في كاليفورنيا مكتوبه بايد شخص مجهول بيعترف ان هو المسؤول عن جريمتين اتعملوا قبل كده، ومع كل رساله جاب فيها تفاصيل الجرائم الدقيقه اللي محدش يعرفها غير المحققين، زي عدد الطلقات ونوع السلاح، ده حتى شكل ولون لبس الضحايا، لا ده حتى كمان وصف لهم الطريقه اللي كانوا واقعين بيها على الارض. لا ومع كل الكلام ده بدا يهدد انه هيقتل ناس اكتر لو ما نشروش الكلام ده في الصفحه الاولى في كل الجرايد يوم 1 اغسطس. وختم كل رساله برمز غامض، دايره وعليها خطين متقاطعين. مع الرسائل كان في 3 شفرات غريبه اتحداهم بيها هم واي حد هيقرا الرساله، ولو فكوا الشفرات دي هيعرفوا هو مين. الشرطه رغم حاله الصدمه اللي هي كانت فيها طلبت منه انه يبعت معلومات اكتر عشان يعرفوا هويته. ويوم 4 اغسطس وصلت رساله في 3 صفحات لجريده الاكزامنر استهزأ فيها بالشرطه وحكى تفاصيل دقيقه جدا عن جريمه دارلين ومايك، واشتكى ان الجرايد نشرت الرسائل بتاعته في الصفحه الرابعه بدل الصفحه الاولى زي ما هو طلب، واستخدم نفس الشعار القديم، والمره دي اعلن لاول مره عن اسمه المستعار زودياك. وبعدها بيومين كان في مدرس ثانوي اسمه دونالد هاردن، وبمساعده مراته بيتي قدروا يفكوا واحده من الشفرات، واللي كشفت عقليه القاتل المريض، واللي قال فيها انه بيستمتع بالقتل اكتر من صيد الحيوانات. لا وكمان قال ان الانسان ده اخطر حيوان انت ممكن تقتله، وكمان بيقول ان اللي بيموتوا دول هيبقوا عبيد عنده بعد هو كمان ما يموت، ورفض يكشف عن اي معلومه تانية شخصيه. وفي نفس الوقت مايكل ماجو اللي حكيت لكم عليه اللي كان محبوس في المستشفى بعد هجوم بدا يستعيد وعيه تاني ويحاول يوصف الشخص اللي هجم عليه. وكان بيقول ان هو راجل في اواخر العشرينات كده او اوائل الثلاثينات، يقول ان هو بشرته فاتحه كده ووشه مدور وشعره بني وجسمه كان مليان شويه، لكن طبعا دي كلها مواصفات عاديه والشرطه ما وصلتش من خلالها لاي حاجه. ونروح ليوم 27 ديسمبر سنه 1969. براين هارتنل وسيسيليا كانوا قاعدين لوحدهم على شاطئ بحيره بريس، وده كان يوم عادي خالص، لكن في نص اليوم لاحظوا ان في حد بيراقبهم بطريقه غريبه كده من ورا الشجر، وكان على راسه قناع طويل وعلى صدره فيه رسمه لدايره وخطين متقاطعين زي اللي كان بيبعتهم زودياك. كان معاه مسدس وسكين، ومع كل خطوه كان بيقرب فيها ليهم التوتر عندهم كان بيزيد قوي. ولما وصل عندهم قال لهم طلعوا كل حاجه معاكم والفلوس ومفاتيح العربيه وكل حاجه. وبراين حاول يهدي الوضع كده، لكن المجرم كان رافض اي كلام. ده كمان طلع حبل غسيل من الحزام وطلب من سيسيليا ان هي تربط براين، بعدها طلع حبل تاني وبدا هو يربط. لا الاخطر من كده ان هو بدون اي مقدمات طلع سكين وطعن براين 6 طعنات وسيسيليا 10 طعنات، وبعدها راح على عربيه براين
وكتب عليها بالقلم تواريخ الحادثتين اللي فاتوا والحادثه الجديده وكمان اسم السلاح، وحفر شعاره بوضوح على هيكل العربيه. وبعد كده سابهم ومشي. وبعدها على الساعه 7:40 دقيقه وصلت مكالمه من هاتف عمومي للشرطه، وشخص مجهول بلغهم بمكان الجريمه وبالتحديد مواصفات عربيه براين، وقال لهم أنا الآتي. كل لحظة من الأحداث دي متسلسلة مليانة غموض وتشويق، وكأنك عايش الرعب بجد مع الضحايا دول، وكل تفصيلة صغيرة بتزود من شعور التوتر والرعب. وده كان الجزء الأول من قصة زودياك. ما تنساش تكتب في التعليقات لو عايز نعمل الجزء الثاني، وما تنساش تعمل لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة عشان يظهر لك كل جديد. وبقى ادخل خد لفة في القناة كده وقول لي إيه رأيك في الفيديوهات. يلا أشوفك الفيديو الجاي. سلام.